تعادل مخيب أمام أولمبيك آسفي يعجل برحيل موكوينا عن الوداد. دق التعادل السلبي الذي فرضه فريق أولمبيك آسفي على مضيفه الوداد البيضاوي في المباراة التي جمعتهما أمس المسمار الأخير في نعش المدرب الجنوب إفريقي رولاني موكوينا على رأس الإدارة الفنية للفريق الأحمر. وتزايدت حدة الانتقادات الموجهة للمدرب الذي بات قريبا من مغادرة منصبه في ظل استمرار النتائج السلبية وتراجع أداء الفريق، ورغم الآمال التي علقتها الجماهير الودادية على موكوينا لقيادة الفريق نحو استعادة مكانته الطبيعية والمنافسة على الألقاب، إلا أن مسيرته مع النادي شهدت تذبذبا واضحا وتراجعت معه طموحات الأنصار. ويأتي هذا التعادل الأخير ليعمق جراح الفريق ويزيد من الضغوط على الإدارة لاتخاذ قرار حاسم بشأن مستقبل المدرب. وكانت مصادر مطلعة قد أشارت في وقت سابق إلى أن إدارة الوداد بدأت بالفعل في البحث عن بدائل محتملة لموكوينا، حيث تم تداول أسماء عدة من بينها المدرب البرتغالي كارلوس كيروش الذي قيل إن المفاوضات معه وصلت إلى مراحل متقدمة. ويضاف هذا التعادل إلى سلسلة من النتائج غير المرضية التي حققها الوداد تحت قيادة موكوينا.